السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم مصطفى من جديد ان شاء الله، حلقة جديدة في قناتكم يوميات غاوي باتش. هنتكلم في ايه النهارده ان شاء الله كده؟ هنتكلم في امر مهم جدا جدا جدا، وهو سبب المشاكل وسبب اي تريكات ومشاكل بتقابلك في بداية الموسم او في نهاية الموسم او في الموسم نفسه. ايه هي المشاكل دي يا مصطفى؟ النظافة وعدم الاهتمام يا جماعة، النظافة وعدم الاهتمام. دايما في ناس مجرد ما العصافير بتشتغل عندها خلاص الموضوع بالنسبة له خلصان، ويقول لك انا ان شاء الله ده النتايه باضت ومعاه زغلول ودخلت في العش التاني ولحمت عش في عش وشغاله والدنيا جميله يا مصطفى والحمد لله. هو ماشي، الدنيا هتمشي مفيش مشكله. بصوا يا جماعه، يستحيل دايما الغلط هو اللي يسود. يعني انتوا خدوا بالكم في اي حاجه انت هتعملها هتلاقي دايما الصح هو اللي بيكسب في الاخر. طيب ايه هو الصح وايه هو الغلط اللي انت بتتكلم عليها يا مصطفى؟ موضوع نظافه العش يا جماعه. النهارده بنتكلم بخصوص فكره موضوع نظافه العش. بصوا ده عش انا لسه منضفه بفضل الله. بصوا ومغير النشاره، بصوا النشاره والعش انتوا براحتكم بقى شوفوا ما شاء الله. واربع حصوات اهم تمام. بصوا العش مغسول ومتنضف وجميل ازاي، خاصه كمان انتوا عارفين بفضل الله العش عندي مدهونه لكيه، فاللي هو بمنع ان الخشبه توصل لها ميه، عشان كده تلاقوا بفضل الله العش اغسله مره واثنين ومليون ما بقاش خايف. ليه؟ لان انا من الاول عامل حسابي للفكره دي. طيب ده عش اتغسل اهو وعلى نظافه، كان شبه ده وكان اصعب من ده كمان شويه، ووصلت البيضه اهو لمكانه تاني الطبيعي. وزي ما انتم شايفين بفضل الله الزغلول طبعا عمال يلعب بيطلع من هنا لهنا. هو اصلا المفروض الزغلول مع العش مع العش اللي هو اللي معاه بالطين ده. طيب بصوا العش اتغسل واتنضف. بصوا بقى العش ده عامل ازاي. بالنسبه له ممكن يشوف يقول لك لا ده كده مش نظيف يا مصطفى، ده كده عادي جدا، انا عندي يمكن العشوش والموضوع اصعب من كده. لا، ما هو انا حضرتك ليه اوصل نفسي للفكره دي؟ ليه اوصل نفس الفكره دي؟ دايما 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 عود نفسك مع اخر كل عش وبدايه عش جديد لازم تنظف. هتقول لي ما العصافير بتطلع سليمه، العصافير بتطلع بصحه جيده زي ما انت شايف. لا، لازم تنظف. ليه لازم تنظف؟ الحشرات بتبتدي تنمو وتنتشر من الفضلات بتاعه الطيور ديت. بصوا يا جماعه الفضلات عامله ازاي، مغرقه الدنيا ازاي ومبهدله الدنيا ازاي. حد ممكن يكون بالنسبه له الموضوع سهل والامر هين، يعني يقول لك لا بالنسبه لي الامر ولا سهل ولا هين. لازم بعد كل عش وكل دوره انتاج، مش اصبر لما الموسم يخلص، لا بعد كل دوره انتاج. لو النتايه بيضه مثلا زي كده وبشيل بيضه احطه في اي حاجه حنينه كده، مثلا طبق فل كده زي كده او اي حاجه حنينه، مش هقول لك ايه بس المهم تبقى حنينه على البيض. تغسل وتقفل النتايه العش عشان برضك تاخد بالك، لان في ناس لما تيجي تغسل العش ممكن تسيب الباب مفتوح عصافير كتير منها، فتاخد بالك بعد ما تخلص تقفل النتايه العش من الجزئيه دي قوي، وتحط البيض في حاجه حنينه وتغسل العش بالشكل النظيف اللي انت شايفه ده بفضل الله ايا كان العش بتاعك. عشان كده حتى الادراج البلاستيك سهلت للناس فكره النظافه، فهي بقت اسهل في الغسيل. الناس بقت تشيل وتغسل، بقت اسهل يعني وانضف في الغسيل واوفر في الوقت وفي المجهود للهاوي. وترجع ترجع البيض كده، وزي ما انتم شايفين نحط طبقه نشاره جديده كده خفيفه نظافه. عشان كده مش هينفع لو النتايه عم تعيش على البهدله دي، يعني النتايه هنا لو عم تعيش على البهدله دي ممكن عشان يكون المكان عندي نظيف والحمد لله بنظف ما يحصلش مشاكل والدنيا تعدي والامر يبقى ما فيش مشكله. بس مع الوقت هتخش على الشتاء وده نمو للاسف وانتشار الحشرات، خصوصا حشره الفاش يا جماعه. دي من اخطر الحشرات اللي احنا بنسمع عنها وعارفينها. لا قدر الله لو جات لك هتزهقك في عيشتك وممكن تكرهك في هوايتك وتخليك تصفي، لان للاسف حشره مؤلمه جدا للطيور وللبني ادمين. يعني هي مؤلمه جدا للطيور وللبني ادمين، وللاسف معظم اللي بيربي مثلا او بيربي بلكونه زي حالاتي للاسف ممكن تنتشر في البيت عندك. فليه اعمل مشكله لنفسي والبيت والوالدي ووالدتي او لاسرتي اولادي؟ طب ليه لا؟ انا احافظ من الاول، والوقايه دايما خير من العلاج. انظف اول باول، اهتم. بصوا الفضلات دي كلها ما تعجبنيش بس انا مستحمل. ليه؟ عشان هنا معاهم لسه اخر زغلول، فمستني لما يقرب يتفتم واغسل العش. او ممكن احط الزغلول ده في الارضيه مثلا وليكن اسيبه ياكل ويبتدي يلقط ويبتدي يتعود ويبتدي هو بفضل خلاص قرب يتفتم، يعني اسيبه ياكل ويلقط ومش عارف ايه ويتعود وابتدي اغسل العش. لان المنظر ده انا ما يعجبنيش كمصطفى كهاوي. انا ما استحملش المنظر ده يفضل عندي كده، لان مش موضوع منظر وبس، لا موضوع نظافه. المشاكل والحشرات يا جماعه بتيجي من اقل القليل. يعني انت في ثانيه تلاقي الدنيا سليمه عندك والامور مستقره، تبص تلاقي الدنيا اتقلبت فجاه والحشرات ملت الدنيا. وتيجي بقى في الموسم بعد ما انت خلاص شغال، يعني انت للاسف كمان تبقى خلاص اشتغلت. يعني ايه اشتغلت؟ دخلت في الذروه ودخلت في ذروه الموسم، فانت محتاج تفرخ طيور سليمه، مش محتاج كل شويه يقابلك مشكله توقف لك المسيره الانتاجيه بتاعتك.
فانا من الاول اهو اخد بالي، لان خلي بالك خاصه كمان لو لا قدر الله جالك اي نوع من انواع الافات او الحشرات اللي احنا بنكرهها كلنا دي في الهوايه، للاسف بتخلص لك على الطيور. يعني ايه بتخلص لي على الطيور؟ يعني للاسف هتبص تلاقي طيورك كمان بتطلع فيها مشاكل. الناس تقول لك بقى تقصيف ريش، العصافير بتسقط يا مصطفى عندي في العش، بردك من ضمن الاسباب هي القصه دي، قله النظافه، لان الحشره بتيجي بتاكل في السوسه، السوسه بتفضل تسوس وتاكل في العصب بتاع الريشه من المنبت من الجدر، تبص تلاقي الطيور بعد ما خلاص حلوت وابتدى الوانها تظهر وانت تفرح كهاوي، تبص تلاقي للاسف ريشها وقع. يبقى انت كده خسرت شهر ولا شهرين انت عمال مستني النتايه تبيض، وبعد ما النتايه تبيض مستني النتايه البيض يعمر، وبعد ما البيض يعمر او يخصب مستني يفقس. ده كله وقت ومجهود عليك وتعب وخدمه واكل ومصاريف. طب ليه اضيع مجهودي ده كله باهمال مني؟ ما هو ده اهمال يا جماعه. بصوا انا مش هسميه غير اهمال، ده اهمال من الهاوي. الهاوي اللي بيبقى، انا بستغرب بجد 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 بستغرب للاسف، وانا مش فاهم ازاي كده بصراحه. يعني ناس للاسف بشوفها بعيني بتشرح لناس، يعني الواحد مش عارف يقول ايه بجد. والله الواحد الحمد لله دايما يعني بجد بيحاول يخليه بجد في حاله، لان الحمد لله الواحد بيقدم محتوى بمرض الله وعن تجارب فضل الله، وتبقى الزكاه وصدقه جاريه على روح الواحد بعد ما يتوفاه الله. فبستغرب ناس بتبقى بتشرح لناس وناس مبتدئه، وتبص تلاقي العش متبهدل والارضيه متبهدله والفضلات بالكوم. وللاسف طبعا المبتدئ ده بيبقى طالع هو ما عندوش الفكره او عنده الموهبه او عنده المعلومه، فبياخد للاسف الكلام ده مصدق ومسلم بيه. فهتلاقي الهاوي اللي طالع لسه لما يلاقي العش عنده متبهدل ولا في دماغه يقول لك عادي، ما هو لما الاستاذ الفلاني لما شرح لي كان العش عنده متبهدل والطيور عادي عايشه والدنيا حلوه وكان بيفرخ. يا جماعه جزاكم الله خير. ان شاء الله عايزين نوصل المعلومه بمرض الله بكل تفاصيلها، ومش معنى ان انا بقول كده ان انت ممكن تصور يبقى الموضوع نضيف عشان انت لسه بتصور والموضوع مش عارف ايه. لا، هي مش قصه كده، انت قصه لازم تهتم عشانك انت قبل اللي بيتفرج عليك. انت بتهتم عشان دي طيورك انت ودي صحه كائناتك اللي انت بتحبها انت. فانت ما تخليش الاهمال والسرعه هتقول لي اصل انا مشغول اصل انا ما عنديش وقت. لا، ما تربيش عصافير بمنتهى الامانه. ليه؟ لان دي روح، وطالما انك ارتضيت تربي روح يبقى هي مسؤوله وملزمه منك من الالف للياء. دي روح زيها زي اي روح ربنا خلقها، لازم تحافظ عليها وتهتم بيها وتديها الرعايه الكافيه عشان ربنا يجازيك خير عنها. لما يطلع لك ما شاء الله حاجات، يعني ما شاء الله صحه وجمال وحاجه تفرح يعني العين وتبهج النظر كده، انت يعني استفدت، نفسيتك بقت كويسه. بصوا ما شاء الله الجمال، بصوا الصحه وريش مشدود ازاي استك والطير طالع نضيف. فانا مجرد بس ما هو يبعد عن العش ويطلع زي ما قلنا هتلاقيني بنضف برضك العش نفس العش ده، بس انا حبيت اسيب العش ده حتى كده عشان اوريكم الفرق، بس عشان اوريكم بس حتى الفرق. فاتمنى يعني للجميع ان شاء الله تكون الرساله وصلت، واتمنى التفاعل كده عشان بفضل المعلومه توصل لاخواتنا كلنا يعني ان شاء الله، وكله يبقى ان شاء الله موسم خير عليه. وزي ما نقول دايما لو اللي فات حلو فاللي جاي احسن بامر الله. وما تنسوش الهوايه نوايا، وما تنساش لو عجبكم المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، اتمنى التوفيق والخير للجميع واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.